والخواتم. ولما كان الحصول على عرق اللؤلؤ من البحر الأحمر ممكنا، لا شك في أن هذا البحر كان هو مصدره في الزمن القديم. في صديق لينا بعت لنا تعليق: المعارك اللي وقعت بين الصحابة المبشرين بالجنة على السلطة بعد موت محمد لا تدل على انهم امنوا بالنبوة وبالوحي الالهي. قشر بيض النعام توجد في النصوص القديمة وفي بعض الآثار شواهد كتيرة على ان النعام كان في وقت ما موفورا في صحراوي مصر الشرقية والغربية، وإن كان قد انقرض الآن في هذه البلاد. قشر بيض النعام كثيرا ما يكون مكسورا، والخرزات القرصية الصغيرة والتعاليق المصنوعة منه هي جميعا من أقدم العاديات المصرية القديمة. أيا كان نوعها، كانت الخرزات المذكورة شائعة جدا في العصور القديمة، العهد النيوليتي، فترة البداري، عصر ما قبل الأسرات، وإن كانت موجودة في جميع العهود فيما عدا الأسرة 18 انقطعت فجأة أول عهد هذه الأسرة، لكنها بدأت تظهر مرة تانية غضون عهد الأسرة 19. كانت ولا تزال تصنع فيه الأسرة 22. هنبدأ بقى نتكلم عن الرق. يجهز الرق اللي هو البرشمان من جلود الحيوانات بإزالة الشعر عنها أولا، بعد كده بيتم فركها بمادة حكاكة زي الخفخاف حتى يصبح الجلد ثقيلا، وبيصنع الرق الحديث من جلود الغنم والماعز. أما الرق المصري القديم لم يمكن التعرف على نوع الجلد المصنوع منه إلا في حالة واحدة كان فيها جلد غزال. الرق معروف على الأخص كمادة بيكتب عليها، غير إن هذا الغرض لم يكن أقدم الأغراض اللي تم استخدام فيها الرق بمصر القديمة، بل كان ذلك في تغطية دفات الطبل والعلب الصوتية في الآلات الموسيقية الأخرى زي العود، الطنبور، البندير، وربما كان أقدم الأمثلة على ذلك من عصر الدولة الوسطى. بالمتحف المصري بالقاهرة في طنبور رقة ملون بلون أحمر وردي، وصفوا مكتشفاء إنه جلد، وبندير مستطيل الشكل تقريبا وصف مكتشفاه غطاؤه بأنه من جلد خام، كلاهما من عهد الأسرة 18. وجدهما لانسنج وهيس في جبان الطيبة
كان غطاء كل منهما من الرق. وجد بروبير في دير المدينة آلة موسيقية ذات وتر واحد من عهد الأسرة 18 أيضا. ذكر إن غطائها من جلد غزال، وهو بيسميها طنبورا، لكنها مقيدة في سجل المتحف المصري بالقاهرة بوصفها عودا. ووجد جارستانج في بني حسن طبلة ذات أطراف على الرق. تاريخ هذه الطبلة غير محقق، لو إن مكتشفها بيظن إنها ربما كانت من الدولة الوسطى. هنتكلم دلوقتي عن الزبل أو عظم السلاحف. بيؤخذ الزبل المستعمل في العصر الحديث من الدروع القشرية الخارجية لنوع صغير من سلاحف البحر، لكن زبل العصور القديمة كان بيؤخذ من دروع أكثر من نوع من سلاحف البحر، كذلك دروع سلاحف البر. ومن السلاحف نوع كبير بيعيش في النيل، نوع بيعيش على سواحل كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. يوجد في سيناء نوع صغير من السلاحف البرية. توجد السلاحف أيضا في الصحراوين الشرقية والغربية، ووجدت في إقليم الفيوم بقايا سلاحف كبيرة جدا من العصور الإيسونية. احنا كده خلصنا البث المباشر وعملنا بما يقرب من ساعة. أتمنى اللي عنده أي سؤال أو تعليق يكتبه لنا، وإحنا بقدر الإمكان بنعرض وبنقول التعليقات اللي بتوصل لنا. أشكركم جميعا.